صباح الخير. من احلى الحاجات اللي قريتها مؤخرا كان كلام بيقولوا فيه انه في علاقة كبيرة قوي ما بين الترتيب والاستقرار النفسي. يعني لما بنرتب وقتنا، هدومنا، المكان اللي احنا عايشين فيه، طريقة نومنا، كل ده بينعكس على نفسيتنا للأحسن. واننا ما نستناش من الفوضى غير الفوضى، وما نستناش من الترتيب غير الانجاز والسلام والهدوء. فتقريبا دول اكتر 3 حاجات بنسعى ليهم في حياتنا. فالنهاردة هشارك معاكم يوم في حياة كانت فاقدة الشغف لمدة طويلة ورجعت تاني تحاول تظبط حياتها من اول وجديد. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة. طيب، اول حاجه عايزه ابتدي بيها، عايزه انزل الستاره بتاعه الصاله علشان النهارده هيكون تنظيف الصاله يا جماعه. وعايزه اقول لكم انه حرفيا من اكتر الحاجات اللي هتساعدكم ان انتوا تخرجوا من الاحباط اللي انتوا فيه، الكسل، ان انتوا مش لاقيين شغفكم، الحاجات اللي انتوا كنتوا بتحبوها، حاسين ان انتوا مشتتين والدنيا ضايعه منكم. حرفيا ابداوا بتنظيف المكان اللي انتوا عايشين فيه. قد ايه بتفرق نفسيا بشكل مش طبيعي. فالمهم انا بدأت في البيت واحدة واحدة، واول خطوة دي ما بتكونش سهلة. يعني انا فاكرة اليوم اللي كنت بشيل فيه السجاد كنت قد ايه تعبانة ومش قادرة اقوم من مكاني، ومش قادرة حتى اشيل كوباية انقلها من مكانها لمكان تاني يعني. بس ساعات البني ادم بيكون محتاج يضغط على نفسه شوية علشان يحسن من حياته. مش يضغط على نفسه قوي، يعني مش تقلبي البيت كله في يوم واحد، بس خديها واحدة واحدة. على الاقل خدي اول خطوة. يعني عايزه اقول لكم ان ترويق البيت ده اخد معايا مثلا اسبوع ونص، لان انا الشخصيه اللي لحد دلوقتي مش عارفه تستعين بحد يساعدها في البيت. مش بعرف، بحس انا مش عارفه اوصل المعلومه اللي انا عايزاها، وبحس كمان انا اللي قدامي مش هيقدر يعمل لي اللي انا عايزاه، وهيبقى فيه شد وجذب كتير. فبريح نفسي، بوزع الموضوع على ايام علشان منها ان انا ما اضغطش نفسي، بس برضو بتضغط يعني، او مش بتضغط بس بكون تعبانه يعني اكيد. المهم يعني ربنا بيعين، استعينوا بربنا وابدأوا في اصلاح حياتكم. وصدقوني اي حاجة بيكون فيها صلاح ما بتكونش سهلة. يعني في مقولة كده لسيدنا عمر انا بحبها قوي، بتقول انه لو ان الناس كلما استصعبوا امرا ما فعلوه ما قام للناس دنيا ولا دين. فبجد مش كل حاجة هنستصعبها وما نعملهاش خلاص مش هتقوم لنا قومة، يعني هنفضل قاعدين مكاننا. فبنبقى محتاجين نزق نفسنا شوية. المهم حطيت الستارة في الغسالة علشان تلحق تنشف، وعلشان تلحق تنشف في نفس اليوم اللي هفرش فيه الصالة، هخلص فيه فرش الصالة. ومن الحاجات اللي بقيت مؤخرا بعملها ان انا قبل اي غسلة بحطها في الغسالة ان انا بديها شطفة الاول، ان هي تاخد شطفة بتبقى حوالي 5 دقايق 7 دقايق، والله مش بحسبها بالظبط بس ما بتزيدش عن كده. وبعد كده بحط بقى المسحوق وبشغل الغسلة بقى اللي هو تكون دورة كاملة يعني. بس فتعالوا بقى نعمل فطار لذيذ، لان النهارده كان يوم اجازه عائليه، فكان المفروض يكون يوم لذيذ، بس هو كان يوم تنظيف يا جماعه. عملت فيه قدر المستطاع بالنسبه لي، وكنت حاسه الانجاز اللي عملته في اليوم ده فرق معايا قوي. بس بحب في اليوم اللي المفروض يكون عائلي وانا في نفس الوقت مش فاضيه فيه وهنضف فيه، اعمل فطار حلو علشان يبقوا شبعانين محدش يجوع على طول، واعمل الغدا برضو بدري لو هعمل غدا ومش هجيبه من بره، لان انا اليوم اللي قبل ما كنت بصور ده كنت جايبه غدا من بره، فاكيد مش كل يوم اكل من بره يعني. المهم النهارده هعمل معاكم فطار تحفه. الفطار ده انا بموت فيه، وفطار من الفطارات القديمه يعني اللي احنا بنحبها. بطاطس قطعتها كده مكعبات وحطيتها تتسلق، وهقول لكم بقى بعد ما تتسلق هنعمل فيها ايه. على بال ما تتسلق بقى تعالوا نعمل جبنه بالطماطم. انتوا قولوا لي انت شغلتك ايه يا شيماء بجد في حياتك يا توشو، بتعملي ايه الايام دي؟ هنا انا باكل جبنه بالطماطم، جعانه باكل جبنه بالطماطم. كنتوا الفيديو اللي فات قلتولي بلاش الجبنه اللي بيكون مكتوب عليها نباتي الدهن. انا فعلا مش بجيب الجبنه اللي مكتوب عليها نباتي الدهن، دي جبنه بتكون خاليه من الزيوت النباتيه، بتكون لبن طبيعي 100%. بس انا بحب اللي هي من دومتي، مش بحب الانواع الشركات التانية. جربت كذا نوع شركة تانية ما عجبتنيش، لما بحط عليها طماطم مثلا وحطها في علبة في التلاجة بتعمل مية كده. بس دومتي اكتر واحدة بتفضل متماسكة وبيبقى طعمها حلو جدا. بس كنت عايزة اقول لكم ايه يا ولاد، مش عارفة كنت عايزة اقول لكم ايه، بس كل اللي كنت عايزة اقوله لكم انه اسعوا ان انتوا تظبطوا حياتكم قبل المدارس، علشان دخلت المدارس بقى انا كل سنة بكون عندي صداع، يعني اللي هو تشتت بقى في متطلبات، وساعات العيال بيعيوا، وده اللي انا مرعوبة منه، التعب بتاع دخلت المدارس ده ربنا يسترها يا رب السنة دي. ف يعني نحاول نظبط البيت قبل دخلة الدراسة. قد ايه الموضوع ده بيفرق نفسيا، وكل ما بتروقي حاجة في البيت كل ما بتلاقي بقى الدنيا ظبطت، نفسيتك ظبطت، رجعتي كده تتشجعي انك تعملي حاجات تانية. بصوا البطاطس بعد ما
ما اتسلقت خلاص بصفيها بالمصفى وبهرسها بالشوكة، ولو حسيت ان هي ناشفة شوية بزودها مية، يعني معلقتين 3 مية من اللي هي اتسلقت فيها، بتبقى طرية كده وطعمها حلو. كل اللي بحطه عليها ملح فلفل وكمون بس، لا اكتر ولا اقل. بفضل اهرس فيها كده. قولوا لي بقى هحطها على ايه، حذروا فزروا. فاكرين لما زمان كنا بنعمل بيض بالزبدة وبعد كده نحط عليه البطاطس المهروسة دي؟ من زمان الفطار ده انا ما كنتش باكله غير عند ماما، يعني بحبه قوي. بس فهعمل البيض اكتر حاجة، مش عارفه، حاسه ان انا تافهه وانا بقول لكم طريقه عمل البيض، بس والله العظيم بتفرق. انا بحس ان البيض يعني لو زاد في السوى سيكه صغيره بيقلب زفاره، فبيبقى فيه تركات كده بسيطه تعملوا بيها البيض. انا الحمد لله احلى حد يعمل بيض، محبش اشكر في نفسي والله، بس بعمله حلو قوي. ان انا ما اخليش البيض يستوي، ما اخليش البيض يا ربي يقعد على النار كتير، وان انا اقلبه بالراحه. انا عامله اصلا مسرعه المقطع ده، بس انا ببقى بقلب فيه بالراحه خالص، مش ان انا اخلطه كله على بعضه مره واحده، لا بقلب فيه بالراحه وما يتسابش على النار. خلاص انت حسيت ان البيض اداكي شكل ان هو استوى، ما بقاش فيه سوائل، فاطفي على النار على طول. انا هديت النار علشان كنت لسه بقى هزود البطاطس واهرسها مع البيض. فطرة جامدة صح، افتكرتوها؟ بس كل اللي بحطه عليها ملح وفلفل، كمون، مش بحط اي اضافات تانية خالص. حبيت اتفزلك النهاردة وقلت هضيف رشة جبنة موتزاريلا كده على وش البطاطس. حطيت جبنة موتزاريلا، سبتها تسيح شوية على البطاطس، ورشة فلفل صغيرة. المفروض لو عندك خضار، لو كزبرة شبت بقدونس الحاجات دي بتبقى طعمها احلى كمان، بس انا ما كانش عندي خضرة، حطيت فلفل اخضر. بس كنت عايزة احطها كده تبقى شكلها بنفس الشكل بتاعها، بس التجربة فشلت معايا فشل ذريع، فعملت نفسي مش واخده بالي، وانتوا كمان اعملوا نفسكم مش واخدين بالكم. المهم ان هي يعني خلاص انا ما كنتش حطيت الجبنه وافتكست الافتكاسه دي، ما كانت هتتحط عادي في الطبق وهي بيضه على بطاطس عادي يعني خالص، مش هيحصل اي حاجه. بس عملت معاها شاي للناس اللي هتشرب شاي، وعملت شاي بلبن للناس اللي هتشرب شاي بلبن، وهي انا كان نفسي فيه برضو، كنت بحقق احلامي في اليوم ده علشان كنت روقت حبه حلوين في البيت، فقلت بقى ايه مكافاه يا توشو. بس بعد ما خلصت الفطار دخلت بقى على المعركة برجلي الاتنين. كان اكتر حاجة عايزاها او بحس ان هي البيت بيبقى نظيف كده لما بعملها، ان انا الم كل الزرع بتاع البيت كله، حرفيا كله، بقعد الملم كل اللي في الاوض وبغسله بقى بميه وصابون، بس مش بحط اي اضافات تانية. الزرعات الكبيره بقى دي بحطها تاخد دش، يعني ما بيبقاش ليها اي حل تاني غير ان هي تنزل تحت الدش، حرفيا بتنضف من اي اتربه. ولما الزرع بيبقى نظيف كده بتحس ان النظافه باينه في المكان. دي فقره الراحه النفسيه بجد. وعايزه اقول لكم كمان وانتوا بتنضفوا التنظيفه السنويه دي ما تنسوش تطلعوا الكراكيب، يعني تخلصوا من الحاجات اللي عامله زحمه في الدولاب في المكان. يعني اكتر حاجه اخدت مني طاقه ومجهود كانت اوضه العيال، علشان كان في بقى كتب وورق والعاب وهيصه، يعني هيصه ملهاش نهايه. فتخلصوا من الحاجات دي هتحسوا ان مفيش زحمه، وان في مكان للحاجات الجديده، وفي احساس كده بالنظافه. اكتر حاجه بتبقى مريحه نفسيا بالنسبه لي لما بلم كل الحاجات دي وبغسلها. المهم سبتهم ينشفوا، قلت هعمل الغدا، لان انا لقيت الساعه خلاص بقت 12 وشويه، فقلت هعمل الغدا علشان محدش يجوع.
وانا بشتغل، لان انا لو سرحت بقى في الصاله وفي تنظيف الصاله بسرح قوي والوقت بيضيع مني، وبلاقي العيال جعانين، فبحس ان انا مضغوطه وعندي 100,000 حاجه. فقلت هدخل بمزاجي اعمل الغدا، والمنقذ في اليوم ده او في الاكلات السريعه لما بتكونوا عايزين تعملوا اكله حرشه، صينيه البطاطس بالفراخ يا جماعه، ملناش غيرها والله، هي الحاجه الوحيده اللي بتطبطب علينا في الاوقات اللي زي دي. بحب اقطع البصل كده دواير، بتبقى شرايح رفيعه، والفلفل والطماطم والفراخ الدبابيس دي ببقى متبلاها بمعلقتين صلصه او معلقه صلصه، وعليها شويه بهارات فراخ بس كده، وملح فلفل كمون، بس مش بحط اكتر من كده. بعد كده بزود الصلصة او الطماطم، ولو حسيت ان الطماطم اللي انا ضفتها قليلة بستنى لحد ما هي تاخد غالية شوية على النار، بزود بقى مية من الكاتل لو حسيت ان انا محتاجة ازود شوربة يعني او مية. بس بعد ما بتسويها تسوية كاملة على النار بحطها في اي طاجن، وبحطها تحت الشواية في الفرن علشان تاخد وش بالشكل ده، وبعمل جنبها رز بالشعرية. وشكرا بجد، اسرع غدا واحلى غدا، الغدا ده بيدخل في قلبي، بحبه جدا يعني. بس كده، ده كان الغدا بتاعي النهارده، غدا سهل وسريع. بشوف في ناس بقى بتعمل صينيه البطاطس دي، بتجهزها وتجهز التتبيله بتاعتها من بالليل، تحطها في التلاجة وتصحى تاني يوم تسويها. لو حد فيكم جرب التجربه دي وعملها وطلعت حلوه معاه عرفوني يعني، علشان مثلا داخلين على مدارس، ساعات بيهب في دماغي كده هبه ان انا اظبط الاكل للغدا بتاع تاني يوم من قبليها بيوم. فقولولي لو بتطلع حلوه معاكم ان انا اعمل كده، قولولي يعني. بس ده الطبق اللي الرز الصغير ده بتاعي انا، علشان انا يعني بحاول اقلل شوية من الحاجات النشويات. بس بعد الغدا كانت الستارة خلاص نشفت، لان الوقت ده وانا بكوي الستارة ده كانت تقريبا الساعة 2:30 حاجة كده. فقلت هعمل ايه بقى، هبتدي اكوي الستارة. ومش عايزة اقول لكم الستارة دي خدت مني ساعة يا جماعة بكوي فيها، بس انا بحب اكويها يعني، حتى لو الكرمشة اللي فيها مش كتير. الستارة لما تتغسل وتتعلق من غير ما تتكوي بحس ان انا ما غسلتهاش، وبحس ان شكلها مش باين عليه النظافة. لما بتتكوي بيبان عليها النظافة قوي. بس يعني سليت نفسي يعني، حسيت ان انا لازم اشغل حاجة جنبي اتفرج عليها. شغلت حاجة جنبي اتفرجت عليها، فمحسيتش بالوقت قوي وانا بعمل الستارة. بس يا ولادي يا حلوين، وفي حاجات كتير انا عملتها من وراكم من غير ما تشوفوها. ان انا مسكت الركنه كان عليها اي بقعه مسحتها، والخشب خليت العيال لمعوه. بصراحه خليت توتو ساعدتني في المهمه دي، ان هي اديتها فوطه والبخاخ وقلت لها لمعي لي كل الخشب يا توتو بتاع الصاله. وانا بقى كنست وجبت من تحت الركنه والهيصه الطويله دي، ما صورتهاش معاكم علشان الفيديو ما يكونش طويل على الفاضي يعني. بس بصوا الحته الاخيره دي انا مسرعه الفيديو، فعشان كده تلاقوني اتحمست قوي في الكوي، بس هو بيبقى بكوي ببطء عشان كده اخدت مني ساعه. بس بصوا الستاره بقى ما شاء الله بجد يا ولاد، النظافه حلوه. اكتر حاجه بتغير معنوياتي هي النظافه، وان انا تبقى الحاجه كده نظيفه مكويه وشكلها حلو. الحمد لله، ربنا يديمها نعمه علينا. وشايفين في هدوم اتنشرت على الحبل بره اهي، عشان تعرفوا ان في حاجات بعملها مش بصورها معاكم. فنشرت هدوم وخليت بس معاكم ان انا اصور الفقره الاخيره. وبامانه انا قلت ايه، انا مش هصور حاجه، مش هكمل تصوير الفيديو، فقدت الشغف في النص بصراحه، وقلت لا مش هكمل تصوير، خلوني اركز في الحاجات اللي انا بعملها. وبعدين قلت يا توش وهتشجعيهم والله، وهيتشجعوا وهما بيعملوا اي حاجه معاكي. فقلت لا خلاص هصور اخر فقره ان انا وانا بمسح. ده كنت بعد ما لمعت كل الخشب ورجعت الزرع مكانه، قصدي بعد ما توتو لمعت الخشب وانا جبت من تحت الركنه وظبطت لو فيها بقعه مسحتها، فظبطت الدنيا. بس باقي ان انا همسح، بحط في الميه بتاعه المسح بس مستر ماسل او جنرال، يعني اي حاجه عندي. انا كنت في الوقت ده حاطه جنرال، فريحته كانت حلوه قوي. بس كده. بجد عايزه اقول لكل واحده فيكم، وعايزه اقول لنفسي كمان قبل ما اقول لكم، انه انتي الوحيده اللي معاكي مفتاح حياتك. انتي اللي معاكي ان انتي تظبطيها بشويه تحديات كده تعمليها مع نفسك علشان تظبطي حياتك البايظه، وانك معاكي برضو مفتاح انك تطنشي وتسيبي كل حاجه بايظه والدنيا تبوظ فوق البوظان اللي هي بايظه.
فبجد تشجعوا وابداوا واحده واحده، والله صدقوني اول خطوه دي بتبقى صعبه، وخصوصا لو انتي اصلا بتمري بفتره الدنيا كلها ملخبطه معاكي او كنتي تعبانه صحيا. انا عارفه ان والله ساعات بيبقى غصب عننا، بس ساعات برضو احنا من كتر الضغوطات ومن كتر التشتت ما بنبقاش عارفين نبتدي بايه. ابتدي باي حاجه قدامك، المهم تعرفي ان دي اول خطوه، او ابتدي بالورقه والقلم. انا بحس ان انا دي بالنسبه لي بتنظم لي دماغي، ان انا بقعد امسك كده ورقه واكتب فيها انا محتاجه انضف كذا، محتاجه انضف الدرج الفلاني، محتاجه انضف الضرفه الفلانيه، محتاجه انضف اللي مش عارفه ايه. فاهمين؟ خطوات صغيره جدا جدا اكتبيها علشان تفضلي فاكراها، وابدأي بقى باي خطوه قدامك. انا بالنسبه لي بدات ان انا شلت السجاد وكنست البيت، بس هو ده اللي عملته في اليوم ده بس، يعني ما عملتش اكتر من كده. وقلت بقى ان شاء الله بكره بقى هاخدها واحده واحده، والموضوع بياخد وقت. بس لا بفتكر اللحظه، لانه في بنوته الفيديو اللي فات كتبت لي يا توش انا عايزه حاجه تخرجني من الكسل او تشجعني. مفيش حاجه هتخرجك من حاله الكسل غير انك تستعيني بالله، حرفيا تستعيني بالله وهو هيعينك، لان انت عايزه تغيري حياتك الاحسن. وانك تفتكري ان الحاجات اللي انت نفسك تعمليها مفيش حد هيعملها غيرك، انت الوحيده اللي معاكي مفتاح حياتك. يا اما تقعدي وتسيبي الدنيا كده بايظه، يا اما تفوقي لنفسك وتبتدي بقى تظبطي كل حاجه انت عارفه ان هي ممكن تتظبط لو انت قمتي اتحركتي شويه، ضغطتي على نفسك شويه، عملتي حاجه شويه، يعني هتفرق معاكي والله العظيم صدقوني. بس يعني انا بحس ان انا كل يوم لما كنت بنظف حاجه في البيت، او اشيل كراكيب وارميها، او مش عارفه اتخلص من كذا، او اغسل كذا، او انظف كذا، او المع كذا، بحس كده ان نفسيتي يعني تعالوا انا بحكي لكم من قلب التجربه. بحس كل يوم ان انا بفوق كده، وكانه حاجه بتتشال من فوق دماغي، وبحس ان انا برجع اتحفز تاني وعايزه اعمل كذا، واكتب اهداف، وان شاء الله بعد ما اخلص تنظيف البيت هعمل كذا. فاهمين؟ واحمدوا ربنا بجد، يعني من باب الشكر على النعمه ان احنا نحافظ عليها. فيمكن دي بتبقى ساعات المحرك اللي بتحركني ان انا اعمل كده. المعطر ده يا جماعه عشان هتلاقوني ببخ منه كتير دلوقتي، المعطر ده من جريد، هو اقوى، ده احلى ريحه معطر عجبتني في الدنيا. بس للاسف ثباته في ذمه الله، ثباته زيرو، يعني ما بيثبتش خالص. عشان كده هتلاقوني عماله ارش منه كتير على الحاجات. ومن الحاجات الحلوه اللي ممكن تثبت عندكم اي معطر ان انتوا ترشوه على الفرش نفسه، مش على الجو، مش في الجو بس. فانا كنت عماله ارش منه كتير يمكن على الله يثبت، يعني ده اللي كان في دماغي بس. فابدأوا افتكروا اللحظة اللي انتوا هتخلصوا. انا اكتر حاجة كانت بتحمسني على الشغل وتخليني وانا قاعدة كده شايفة كمية الحاجات اللي المفروض هعملها ومش قادرة اقوم اعملها، ان انا افتكر اللحظة اللي هخلص فيها تنظيف البيت والراحة النفسية اللي هكون حاسة بيها بس. والحمد لله على نعمة البيت والله. فبس انا كده خلصت، وكانت في اللحظة دي كل اللي بحلم بيه ان انا ادخل اخد دش واعمل ايس كوفي وبس. واخيرا حققت الحلم اللي كنت بحلم بيه من اول اليوم. على فكره انا كان عندي شغل تاني المفروض هعمله في البيت، بس خلاص يعني كانت طاقتي خلصت، او حسيت ان انا الحمد لله عملت بما فيه الكفايه، انجزت حاجه، خلصت حاجه، كان باقي بس حاجه ان شاء الله هعملها معاكم الفيديو الجاي. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. لا انا خلصت الفيديو ليه، انا لسه في حاجات عايزه اوريها لكم، بس الايس كوفي زغلل العين، يعني حسيت وانا بسجل لكم الصوت دلوقتي عايزه اقوم اعمل دلوقتي واشرب. فمن الحاجات اللي جبتها من باب المكافأة لنفسي، انا بقالي كتير قوي على فكرة ما اشتريتش حاجة مكافأة لنفسي. انا كنت عايزة النوت اللي بيتكتب فيها طلبات الشهر، فجبتها من مفكرة. لما دخلت على الويب سايت بتاعهم لقيت انه في حاجات بقى كتير، انا ما كنتش عايزة اشتري اي اجندات، فجبت دي حلوة قوي. قلت علشان اقطع الورقة هيبقى فيها ورق كتير زي ده مكرر، فانا كل شهر اقطع ورقة والزقها على التلاجة اكتب فيها الطلبات اللي بكون محتاجاها وانا رايحه السوبر ماركت بقى، اخدها معايا واكون فاكره الحاجات اللي هشتريها، علشان خلاص الدنيا بقت غاليه، مفيش مجال للتشتت اللي احنا بنعمله، يعني ان انا اروح اشتري اللي يجي قدامي، لا هنخرب الدنيا. وجبت التودو ليست دي، انا ما كنتش عايزاها بصراحه بس عجبني شكلها، فقلت يلا تبقى من باب الحاجات كده اللي تحفزني على ان انا ارتب حياتي الفتره الجايه ان شاء الله. وبس كده، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.